أهلا بيكم. الإكزيما مرض مناعي بيصيب الأطفال والكبار، بيسيب إحساس غير مريح وشكل مزعج. اليوم بحكي لكم تجربتي مع الإكزيما. اللي يعرفني كويس يعرف إن عانيت من الإكزيما حوالي 5 سنوات. هي ظهرت عندي فجأة ببقعة في الوجه وزادت جدا وتطورت لما استخدمت غسول البشرة، كان قوي جدا على بشرتي، ومن يومها حصل تهيج واحمرار شديد وجفاف. رحت لأكتر من دكتور وكان تشخيصهم إنها إكزيما، ولكن العلاج كله كان موحد تقريبا، كريم فيه كورتيزون وحبوب للحساسية أستخدمهم لمدة أسبوعين. ولكن مع الأسف كل ما بطل الكريم والحبوب الوضع كان بيسوء أكتر من الأول ويحصل تهيج للبشرة. اضطريت أستخدم كريمات كتيرة كتجربة ومرطبات وصفات طبيعية زي الصبار وزيت الزيتون، لدرجة إن عملت ديتوكس لمدة 10 أيام، مش باكل أو أشرب غير عصائر وفاكهة، ولكن للأسف بدون فايدة. لحد ما ربنا دلني على دكتورة للجلدية شاطرة جدا، ربنا يوفقها. كنت رايحة لها ببشرة مدمرة وجافة جدا، شخصت الحالة على إنها إكزيما دهنية. كان العلاج عبارة عن نفس العلاج القديم ولكن لمدة قليلة جدا، يمكن أقل من أسبوعين، حبوب حساسية ومرهم كورتيزون مع حبوب الرواكوتان لمدة 8 شهور. وطبعا عملت جلسات بلازما وسكين بوستر لتحسين جودة الجلد. طبعا الحمد لله بعد ما استخدمت حبوب الروكوتان خفيت بنسبة كبيرة جدا. يمكن لما تطلع حساسية خفيفة مرة في الشهر، أو ممكن أستخدم كريم الكورتيزون مرة في الشهر. طبعا اللي بيعاني من الإكزيما بتكون بشرته حساسة جدا، فلازم يستخدم غسول للوجه يكون طبي، كريمات طبعا صن بلوك أو كريم ليل أو مرطب عادي، بس لازم يكون طبي وبدون أي فراغرانس أو روائح. طبعا أنا بنصحكم باستشارة الطبيب، ده مهم جدا. أنا عانيت 5 سنين من الإكزيما وحبيت أشارككم تجربتي، يمكن تنفع حد محتاجها. وأتمنى لكم بشرة صحية ونضرة. باي، أشوفكم في فيديو جديد.